بكسب بمجهودي، بكسب بعرقي، بكسب عرقي للمليون. عيال موتت نفسي، عيال رجاله واحد واحد، عيال مفهومش مع عيال ايه، رجاله الرجاله، اقسم بالله رجاله الرجاله. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. ماتش احمد عبد الرؤوف بيفاجئ الدنيا، بيفاجئ الجميع. بص مفيش حد اتفاجئ. 4-4-2. ايه يا راجل اللي انت بتعمله ده؟ مش عيب عليك في السن ده؟ ايه اللي تعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ فاجئ الدنيا، فاجئ الكلام. الحمد لله الحمد لله العبد لله. توقع التشكيله كلها ما عدا عمرو ناصر مكان معالي. بس كل التشكيله قلت لكم ما يبتديش بعبد الله وناصر. الراجل زي الفل، راجل فاهم. ده راجل فاهم كوره، راجل عرف يقفل اللعب. انت شفت قطه؟ طب شفت زلاكه؟ طب شفت مايلي؟ شفت الناس اللي شفت الكارتي؟ شفت اي حد بيلعب كوره في بيراميدز؟ ضاغطين، ماسكين كوره. بس انا فعلا عواد قاعد في رحله. انت ماسك كوره وبتاع، بس انا ما فيش. انا على الله يابا. الراجل منزل الناس، محفظها لعيبه رجاله للمره العشرة والعشرين والمليون. هنفضل نقول عليكم رجاله لانكم كنتوا فعلا رجاله. احنا قلنا الماتش ده ماتش بتاع رجاله، ماتش عايز ناس تموت نفسها وموتوا نفسكم، ماتش عايز الناس تجيب اخرها. اخرها اللعيبه كلها من اول عواد لحد عدي والجزيري وعمرو ناصر المهاجمين، كل الفريق 10/10. فريق رجاله، ناس بتكسب بتعبها، ناس بتكسب بمجهودها، ناس بتكسب بعرقها. مش ناس بتكسب بالمجاملات، مش ناس بتعدي بالمحسوبيه والفلوس والدنيا. ايه عواد ده؟ واحد قاعد بقاله قد ايه؟ انا مش عارف، شهر 2-3، بقاله كتير من اول ما الدوري ابتدى. عواد مش موجود، عواد ما بيشاركش. الراجل جه موجود كأنه هو اللي بادئ الدوري، كأنه هو اللي عامل الدوري كله. الراجل ما شاء الله رجليه في الملعب بشكل فوق 10/10، فوق 10/10. كان في كرة بتاعت ايفرتون كان هيصدها، وفي كرة بتاعت قطة في الماتش اللي شالها بص كنت هموت انا في دي، وبخلاف ضربة الجزاء اللي اتصدت. بجد شابوه ونش. وانت مش هتتكلم على تفاصيل، يعني انت بص هتقعد كده مش هتتكلم على تفاصيل في الماتش ولا على فرص ولا على كلام، لان الماتش كان عبارة عن شوية رجالة حرفيا بتلعب كورة، رجالة نازلة تموت نفسها، رجالة حابة بعضها، رجالة واقفة. شفت ناصر ماهر وهو بياخد الجايزة؟ اللعيبة كلها رايحة تحتفل بيه، اللعيبة كلها رايحة تقف جنبه، اللعيبة كلها احنا كلنا اللي خدنا الجايزة، بالجمهور العالمي اللي مش ساكت من اول الماتش لاخر الماتش، واقف ضد التحكيم وضد الحظ وضد الكوره وضد بيراميدز وضد لعيبه بيراميدز وضد المدرب. واقف بص حيطه سد، يلا حيطه سد، الله اكبر عليهم. ما شاء الله ما شاء الله. الزمالك زي ما بقول لك لعب ماتش بيقول لك ايه، رحم الله امرئ عرف قدر نفسي. هو الزمالك انا عارف اللي انا مش الفتره دي مش احسن حاجه، بخلاف اللي بيراميدز اللي سفف الاهلي التراب في الدوري 2-0 ونيمهم كلهم على بطنهم. بيراميدز اللي كسبان الهلال السعودي 3-1 في السعوديه وسط جمهور الهلال السعودي اللي كان مقفل الملعب. ايه بننسى؟ لا يا راجل، الناس دي لازم تاخد حقها، اللعيبه دي بالمدير الفني ده لازم ياخدوا حقهم. كنت بتكلم يا جدعان مفيش تطبيل، مفيش، بس النهارده مش هنطبل، احنا بنديهم حقهم، مش هنعلي ونأفور. احنا مجرد اللي احنا فعلا دي لعيبه تستاهل تاخد حقها، تستاهل التقدير. مدير فني يستاهل التقدير حتى تبديلاته كلها. يعني ربنا مش كرمنا او مش كرمنا، استغفر الله العظيم يا رب. يعني مش قصدي، الفكره كلها ان انت عندك سوء توفيق في لعيبه بتتصاب. عدي بيتصاب، بنتايج بيتصاب، احمد شريف نزل بيتصاب. انا مش عارف احنا هنقابل الاهلي ازاي اصلا باني لعيبه واني وينجات. بس انا كل اللي فارق معايا الماتش ده، لان ماتش بيراميدز فرقه كله نازل يقول لك بيراميدز هيكسب الاهلي، هيكسب الزمالك، بيراميدز هيدوس على الزمالك، النهائي اهلي وبيراميدز. بس احنا نفسنا يبقى الاهلي والزمالك. الكلام ده سمعناه، الكلام ده شفناه. لعيبه الزمالك كانت رجاله النهارده. ايه يا ونش الجمال ده بجد؟ لا لازم نقف عند الونش النهارده كده ونقول له يا ونش انت 10/10، وتسقف له وتقوم نقف له كمان. وبجد لعيب رجوله الرجوله هو محمد اسماعيل. مقفلين الكلام، مفيش مايلي ده انا ما شفتوش، ما حصلش، مفيش اي حاجه بتيجي من العمق.
كل الكور اللي بتبقى ها شويه من عند الشيبي، من عند، وقفلوا عليه كتير قوي على فكره. يعني الشيبي كل الكور اللي لعبها دي واتقفل عليه بدل المره 10. يعني فتوح عمل ماتش فوق الهايل النهارده. موتين نفسهم، العيال بتقف بدماغها، بتصدر دماغ الكوره شبه المدفع جاي في وشه، ولا فارق معايا. هي دي الرجوله اللي احنا بنطلب بيها، هي دي العزيمه اللي هتبقى عندنا عشان ناخد كاس زي ده. اموت نفسي، اموت العيال كلها اتكسحت النهارده، وانا احلى حاجه عندي موتوا نفسهم وتاكلينج وضرب وخبط واقف واسترجل واموت نفسي وما اتكسلش ما موتش الدنيا. موت يا باشا الكلام. نص ملعبي احمد ربيع مع محمد شحاته الشوط الاولاني، انا ما شفتش حرفيا بيراميدز الشوط الاولاني مش موجوده. وانا قلت والله مش شكرانيه، بس انا قلت الكلام ده في الفيديو بتاع ليله الماتش، وقلت التشكيله، وقلت ما ينفعش نلعب بناصر وعبد الله، الاثنين ما ينفعش يبتدوا بيهم، صعب. هو عمل الصح، هو عايز يلعب بيهم، بس يعني ادى عبد الله الشوط، ما يقدرش يديله شوطين، مش هيشيلك حرفيا. وهو ده اللي حصل. بجد احمد عبد الرؤوف عجبني التفكير، عجبني التغييرات. نزول عبد الله في بدايه الشوط الثاني يقف بقى يمسك لي كوره شويه ويحركني شويه، بعدها بشويه نزول شيكو بدل ما اعرفش مين اللي اتصاب، محمود بنتايج، ونزل احمد شريف. التغييرات كلها، حتى انا مش عايز اتعادل ومش عايز اخسر، انا عايز العب برضو كوره زي الناس وعايز اروح، بس هبقى واقف محافظ. انت زي ما قلت لك في اول فيديو، شفت زلاكا؟ طب شفت قطه؟ شفت حد بيصنع لعب عندهم؟ شفت حد عارف عمر جابر النهارده شياكه الشياكه، ما راحش وما رفعش وما عملش، بس واقف زي القصبه في الزور، زي اللقمه، انت ما حدش هيعدي من هنا، ويخبط ويزحلق وتاكلنج ويخبط ويطلع، قلشت منه كام مره، بس كان راجل. ناصر ماهر النهارده عمل كل حاجه في الكوره الا اللي هو يجيب جون او يصنع جون. كان نفسي النهارده ناصر ماهر يجيب جون، وبرده كان في حته كده بس اللي هي هنعديها ليه؟ عشان انتوا كنتوا رجاله ووقفتوا وقفه رجاله، والله العظيم فريق. يعني انا مبسوط ومبسوط جدا كمان بمكسبي، لان انا قلت في الفيديو ده ماتش برده لحد ما مش هيبقى بتاع احمد عبد الرؤوف، مدير فني لسه جاي ما بقالوش 10 ايام، صعبه. الراجل فاجئني وفاجئ يوريتشيتش بتاع بيراميدز، وفاجئ الدنيا كلها بتشكيله حلوه، لعيبه قلت هي دي اللي هيبقى عليها الامل، لازم تبقى رجاله، لازم نموت نفسنا. اللعيبه كانت رجاله، واللعيبه موتت نفسها وعملت اللي عليها والزياده، ما حدش بخل بحاجه، حتى شيكو، حتى سيف جعفر، ما حدش بخل بحاجه، ما حدش حرفيا استخسر حاجه في الماتش، استخسر تعبه في الماتش، استخسر مجهوده في الماتش، كله عمل اللي عليه. وخد في بالك اللي انت بتلاعب فريق قوي جدا جدا جدا، عنده بدل السلاح 50 سلاح، ده شفت التبديلات اللي عماله تنزل، ده بيطلع ناس وبينزل نجوم، والله العظيم ما بتفهمش الفريق ده ايه، مليان نجوم، بس يجي يقف عندي هنا وستوب ياض. انا العقده، الفيديو ده هنسميه احنا العقده يا بيراميدز، احنا اللي هنخرجك من اي بتوع، عايزين تخرجوه هاتوا الزمالك يلعبوا، عايزين تاخد الكاس هات الزمالك يلعبوا، عايزين تعملوا فيه اي حاجه تجيب الزمالك يلعبوا، يحط عليه احنا العقده. تعالى بقى، انا مش هتكلم عن الماتش، مش هتكلم عن تفاصيل الماتش، لان زي ما قلت لك ما فيهوش تفاصيل، في فرص في لعب في كوره، بس انا مش جاك، انا البطوله دي مش بتاع الكوره، انا البطوله دي بالنسبه لي مش بتاع الكوره، ولا ارقام، ولا تعال نعد كام فرصه وفرصه شيكو وفرصه الجزيري، انا مش جاي اعد الفرص، انا جاي اخد البطوله، انا جاي اخد الكاس، انا جاي احط على اي حد، بجمهور الجامد، بلعيبه الرجاله، بالمدير الفني عندي للصاحي مركز. هو الراجل عنده، يعني الراجل جاي منه اللي يغير وما يبقاش قلقان ومش خايف والعب باتنين مهاجمين وشغل الكلام، لا ده عنده صحيح كان في مهاجم بيسقط شويه اللي هو عمرو ناصر يرجع ورا شويه، او عدي اللي كان بيرجع ورا شويه، بس الراجل فعلا عرف يستغل انا ما عنديش جناح، انا شيكو ضايع، فبالتالي لعب بطريقه تناسب الفريق، عرف يقفل على بيراميدز، عرف يموت مفاتيح لعب بيراميدز، عرف يكسب الماتش، حتى لو قاصد يوديه لضربات الجزاء وداه، وعداء يمين، وعواد هو الاصل احسن جون في مصر، كان هيشيل الكره بتاعت ايفرتون دي، وشاط الكره الاخيره بتاعتهم بتاعت زيكو. برافو عواد، برافو يا رجاله، شابوه يا رجاله، ان شاء الله يوم الاهلي الحد، يوم ان شاء الله نشيل الكاس الحد، نموت نفسنا تاني ايا كان اللي هيلعب. قلت لكم امبارح
اه صحيح انا قلت التشكيله كلها ما عدا لاعب، بس قلت لكم برضو ايا كانت التشكيله اللي هتتحط كلنا داعمين، كلنا في ظهركم، كلنا معاكم. شابوه يا رجاله، شابوه 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 من هنا لسنه قدام والله العظيم. تعالى بقى نخش على تقييم الرجاله. تقييم الرجاله راجل راجل نقيمه كده، نحطه نقول له انت برنس في مكانك. في حراسه المروه مين؟ مروه مين وبتاع مين؟ مش مروه دي. محمد عواد 10/10، 10/10 غصب عن التخين في البلد. فتوح 10/10 برضه بغاز على التخين بالبلد. لعيبه بتلعب بعرقها، بتكسب بمجهودها، بنكسب بتعبنا. محمد اسماعيل 10/10، 10/10. ما سندال واقف ورا والله العظيم. سندال انا ما شفتش كوره على عواد. هي دي بيراميدز. الونش ده 20/10، 30/10، 40 نقوم نقف له من 10 والله العظيم. ما هو اصل هو انت مش طبيعي اللي الونش عمله، مش طبيعي. عمر جابر 9/10، احمد ربيع 8/10. لعيبه كلها نجوم ياض، لعيبه كلها رجاله، احنا بنقيم رجاله بس. محمد شحاته 9/10. ده واحد غايب بقاله المده دي كلها. ده واحد انا ده يا نهار ابيض. جولدن شفت ضربه الجزاء اللي شاطها؟ شفت الشياكه؟ والله العظيم. مين؟ ناصر ماهر مان اوف ذا ماتش 10/10. بنتايج 8/10. عمرو ناصر 9/10. عدي 9/10. اللعيبه كلها عملت اللي عليها، اللعيبه كلها حتى المهاجمين اللي نزلوا كلهم موتوا نفسهم، كلهم جريوا وتعبوا وضغطوا على قد ما يقدروا. زي ما بقول لك محدش بخل بنقطه عرق. نزل احمد شريف بديل لعدي 8/10. نزل عبد الله بديل لاحمد ربيع في الشوط الثاني 9/10. نزل شيكو بدل بنتاي. ده بقى الوحيد اللي ممكن ياخد اقل تقييم بس لان هو لعيب غريب والله. لا انت تفهمش هو بيلعب حلو ولا وحش، ولا انت كويس، ولا انت عايز مننا ايه، ولا ده مش وقتك ولا مش يومك، ولا تفهمش. بس برضه النهارده هنديله تقييم حلو لان هو برضه ضغط جامد وكان برجوله وكان مموت نفسه. كفايه فرحته اللي فرحها دي. شيكو 6/10. نزل مين تاني؟ في حد تاني؟ سيف فاروق جعفر نزل هو وسيف الجزيري. سيف فاروق جعفر 8/10. سيف الجزيري 10/10 عشان ضربه الجزاء عجبتني، عشان ضربه الجزاء كيفتني. مع انك شطت واحده في السماء بس انا ضربه الجزاء عجبتني. مع انك ضيعت كوره اللي ما شطتهاش ليه بيمينك، ليه شطتها بشمال، شطتهاش قصدي بشمالك ليه؟ كانت هتبقى جول. بس 10/10. 10 رجوله. انا احب الراجل الجدع والله العظيم، انا بحب الراجل الجدع. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعملي فولو وسبسكرايب ونفرح بقى سوا بقى. انا عايز الاقي بقى الدنيا ايه حلوه بقى، في شير، في لايك، في كومنت، في مبروك، في الكلام الجميل ده كله. يلا سلام عليكم.